ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض المحشي، بس هنعمله بطريقة مختلفة شوية. تعال نشوف هنعمله ازاي. هنا نزلت بالزيت وقطعت حوالي بصلتين كبار، حوالي معلقة ملح، وهحمر البصلة بتاعتي. هنا خلاص اهي جهزت معايا البصلة. مش هحمرها اكتر من كده، عايزاها لون حلو كده وفاتح. وهنزل بالصلصة بتاعتي، حوالي نص كيلو طماطم معصورة، وهسيبها تتسبك. هنا خلاص اهي اتسبكت معايا. هنزل بالتوابل: بابريكا، كمون، فلفل اسود، والملح. عايزه اقولك الطريقه كانت مختلفه وحلوه جدا، هتعجبك قوي. بس جربيها وهتعجبك جدا. وهنا هنزل بالفريك، نص كيلو فريك. غسلته كويس جدا، وهسبكه مع الصلصة. المرة دي مش هحشي بالرز، هحشي بالفريك. طبعا الفريك خفيف، مش زي الرز الابيض. وحتى لو هتاكلي منه كتير هينفع في الدايت، مش هيتخن يعني. وهنا هنزل بالخضرة، وهقلبها كويس مع الفريك والصلصة. عايز اقولك جربيه بالفريك، هيعجبك جدا وطعمه هيبقى تحفة. انا خلاص الخلطة كده جهزت معايا. ما فضلش غير ان احشي المحشي بتاعنا. انا هحشي بتنجان وهحشي فلفل، بس مش عايزة اطول عليكم في الفيديو. هحشيه وهرجع لكم تاني. هنا خلصت كمية البتنجان اهو، وهحشي الفلفل. بصي، عايزة اقولك ما تزوديش الفريك، علشان طبعا بيزيد لما بيستوي. فما تمليش الفلفل او البتنجان او الحاجة اللي هتحشيها، ما تمليهاش للاخر.
وهنا هخلص كل كمية الفلفل برضو وهرجع لكم تاني. انا خلصت خلاص البتنجان والفلفل اهو. هزودهم بقى بالمية. هنا كان في حوالي ربع كوباية صلصة زايدة من التسبيكة، زودتها مية وحطيت الملح وحطيتها على المحشي، زودت بيها. هنا خلاص المحشي استوى اهو. عايزه اقولك كان تحفه، طعمه كان خطير، جربيه وهيعجبك جدا. وانا اهو خلاص جاهز للتقديم. عايزه اقولك طعمه كان روعه. متنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناه. مع الف سلامه.